مساء الخير او صباح الخير على حسب ما بتشوف الحلقه. النهارده هاخدكم في جوله واعرض لكم اكتر 10 مصارعين اتظلموا جوه عالم الدبليو دبليو اي ولا خدوا التقدير بتاعهم ولا الفرص اللي هم يستحقوها، وتعالوا نكتشف مع بعض هم ليه اتدفنوا اصلا وما خدوش حقهم. هل يا ترى ده كان حظ ولا قرار غلط من الاداره ولا في حد مستقصدهم؟ فتعالوا نعرف ويلا بينا. وفي المركز العاشر معانا وهو المصارع مصطفى علي. مصطفى علي موهبة وأداء على الحلبة قوي وسريع جدا، ومشهور بأسلوبه المميز والمختلف عن أي حد. أسلوبه وأداؤه على الحلبة أبهر الإدارة وعلى رأسهم فينس ماكمان اللي قرر يديله دفعة في 2019 علشان ياخد لقب الدبليو دبليو إي من دانيال براين في عرض راس المنيا، وده كان هيبدأ في القصة بتاعته مع دانيال براين في عرض إليمينيشن تشامبر 2019. وبعد ما اسمه اتحط وبقى من ضمن المشاركين في العرض، للأسف جات له إصابة وخلته يتمنع من ان هو يلعب الماتش ده، وللاسف الدفعه دي راحت منه. وحب في مره تانية يديله الشنطه برضه في نفس السنه في 2019، واللي هي تبقى شنطه ماني ان ذا بانك علشان ياخد فرصه تاني يلعب على لقب الدبليو دبليو اي. لكن للاسف فينس ماكمان ساعتها في الوقت ده غير رايه وخلى بروك ليسنر هو اللي ياخد الشنطه. واخر حاجه عملتها الاداره لمصطفى علي وهي انهم خلوه قائد لفريق اسمه ريتريبيوشن، وده كان في 2020. وللاسف ما عرفش ياخد التفاعل كويس بسبب ساعتها ان كانت فتره الكورونا وما كانش فيه جمهور، فللاسف الفريق ده برضه اتفكك بسرعه ومصطفى علي فضل مهمش لحد ما طردوه في 2023. ودلوقتي مصطفى علي عارف يعمل نجاحات كبيره بره عالم الدبليو دبليو اي ومحقق انجازات كبيره برضه في اتحاد التي ان اي حاليا. ونروح للمركز التاسع معانا وهو المصارع ساموا جو. ساموا جو مصارع كامل بكل الامكانيات اللي تخليه ان هو يبقى مصارع لواجهة الشركة ويبقى بطل عالم مستريح جدا. بيعرف يتكلم على المايك، يعرف يخلي الجمهور يتفاعل معاه، وعنده اتقان جدا للشخصيات اللي هو بيقدمها، فيعتبر مش ناقصه حاجة خالص. وكمان هو كان بطل وواجهة اتحاد التي ان اي، لكن للاسف لما جه دبليو دبليو اي ما خدش الفرص اللي هو يستحقها خالص. ويا دوبك لما جه دبليو دبليو اي كان ساعات بياخد فرص كبيره شويه، لكن برضه ما كانش بياخد القاب. وكل اللي حققه في دبليو دبليو اي هم لقب الانكس تي ولقب اليو اس اي. ومفروض كمان ان ساموا جو من جيل سي ام بانك ودانيال براين، فهو شخصيه مخضرمه جدا في عالم المصارعه. وكان برضه لما فكرت الاداره تديله دفعه كبيره كانت بتجيله اصابه، فهو كان حظه سيء برضه مع دبليو دبليو اي لحد ما مشي منها في ابريل 2021 وانضم بعدها لاتحاد الاي اي دبليو. ونجاحه في الاي اي دبليو واضح جدا من اول يوم دخل فيه الاتحاد، وشال لقب الاي اي دبليو كمان. ونروح للمركز الثامن معانا وهو المصارع فين بالور. فين بالور مصارع من طينة الكبار كده، له شهرة واسعة في عالم اتحادات الانديز، وكمان كان قائد فريق البوليت كلوب في اليابان، فهو معروف عنه ان هو مصارع تقيل مش قليل. وحتى كمان لما جه الانكس تي كان ساعتها عامل قلبان وعامل شغل عالي جدا، واول يوم اتصعد فيه لعرض الرو كان اول واحد مرشح على لقب اليونيفرسال تشامبيون. وبالفعل لما دخل الماتش ساعتها قدام سيس رولنز اخد منه اللقب وكسبه، لكن للاسف حظه السيء خلاه تاني يوم يتنازل عن اللقب بسبب الاصابه اللي جات له في دراعه. وللاسف من ساعتها ومن ساعه ما رجع تاني من الاصابه وهو ما خدش اي القاب عالم لحد دلوقتي. دايما الاداره حطاه في الالقاب السنويه ومش مديله دفعات خالص. حتى كانت في اشاعات واخبار طلعت بتقول ان تريبل اتش هيديله دفعه في 2025. كل الدفعات اللي خدها، كل اللي حصل معاه يعني من الاخر ان هو اخد لقب التاج تيم مع جيدي ماجدونا. وللاسف لحد دلوقتي فين بالور مهمش ومش واخد حقه. وفي المركز السابع معانا زاك رايدر. طبعا اللي متابعين المصارعه من زمان هيعرفوا مين زاك رايدر وقد ايه هو كان له شعبيه كبيره جدا في الفتره اللي كانت ما بين 2011 و2012، وده بسبب ان هو كان مهتم جدا بالسوشيال ميديا وعرف يشهر نفسه من خلالها. وفي نفس الوقت زاك رايدر على فكره مصارع موهوب، وكان داخل في سيناريو مع جون سينا وكين، ويمكن ده اللي ساعده ان هو يتشهر اكتر. وللاسف وبالرغم من المبيعات بتاعته الضخمه الا ان الاداره همشته برضه في الاخر وخلته مجرد مصارع جوبر، واغلب الماتشات بتاعته بيخسرها لحد ما قرروا ان هم يديله دفعه تانية، ودي في عرض راس المنيا 2016 لما اخد لقب الانتر كونتيننتال تشامبيون. لكن للاسف فرحته لن تكتمل، لانه من تاني يوم على طول في عرض الرو اللي هو يا دوبك ما كملش 24 ساعه على بعض خسر اللقب لزاميز، وفضل برضه مهمش لحد سنه 2020 لما اتطرد من الدبليو دبليو اي وكمل في الاتحادات اللي بره باسم مات كاردونا وعرف يحقق فيها نجاحات، بس هو طبعا اتظلم جدا في الدبليو دبليو اي. وفي المركز السادس معانا وهو تشاد جيبل. تشاد جيبل مصارع اولمبي وليه حركات مميزه جدا، واداء على الحلبه بصراحه خرافي، يمثل بالظبط نفس الحركات اللي بيعملها كيرت انجل، لانه كيرت انجل بطل اولمبي برضه. بس للاسف الاداره ما اهتمتش خالص بتشاد جيبل بالرغم من ان الجمهور داعم جدا ليه، وهو يستحق فعلا ان هو يبدا ياخد على الاقل القاب سنويه، وما يمنعش اصلا ان هو كمان يستحق ان هو ياخد القاب كبيره. وبرضه بالرغم من ان الجمهور طلب بمدافعه تشاد جيبل، شفناه السنه اللي فاتت لما قلب هيل على سامي زين وقلنا خلاص هياخد الدفعه بتاعته، لكن في الاخر برضه ما خدش اي حاجه واستمرت الاداره في تهميشه. بس تشاد جيبل مصارع قوي جدا ويستحق فرصه قويه وان هو يشيل لقب، والمفروض كمان الاداره تعتمد عليه. وفي المركز الخامس معانا وهو روسيف. روسيف اول ما اتصعد من انكس تي للعروض الرئيسيه الاداره كانت مهتمه بيه جدا وادوا له لقب اليونايتد ستيتس تشامبيون شيب وعملوا له سلسله انتصارات ما خلوش غير جون سينا هو اللي يكسرها
عشان يبان قد ايه ان هو روسف ده مصارع قوي ومش هيعرف يهزمه غير المصارع يكون اقوى منه، ولازم يكون واجهه الشركه وزي ما انتم عارفين وكده يعني. بس المشكله ان هو بعد الحوار ده الاداره همشته شويه، بس روسف عرف يطور من نفسه ومع الوقت بقى له اسم براند جديد شويه وهو روسف داي. لدرجه انه علق مع الجمهور وخلى التيشيرتات والمبيعات بتاعته كلها كانت الاول على الشركه، وغلب المصارعين الصف الاول في حوار المبيعات. فكده بالنسبه للاداره ما عندهمش حجه، يعني مصارع عنده كل المقومات والجمهور بيحبه وبيشتروا المنتجات بتاعته. بس للاسف ما تفهمش بقى اللي كان ماسك الاداره ده يعني دماغه فين. وللاسف وبالرغم من كل ده روسف اتحط في سيناريوهات سخيفه جدا، وبرضه فضل مهمش لحد ما مشي في 2020 مع المصارعين اللي مشيوا بسبب تخفيض العماله بسبب الكورونا، وراح اتحاد الاي دبليو. وبصراحه هو اتعامل هناك كويس شويه لحد ما العقد بتاعه خلص ورجع تاني لدبليو دبليو اي السنه دي في 2025، وعلى امل ان الاداره تديله دفعه والمكانه اللي هو يستحقها. وفي المركز الرابع معانا كريستيان. طبعا كلنا عارفين كريستيان او باسم كريستيان كيج، ده مصارع مخضرم وموهوب وموجود من زمان في اتحاد الدبليو دبليو اي، وجات ليه لحظات مهمه جدا مع ايدج في الماتشات بتاعتهم. لكن كريستيان كفرد لوحده وكمصارع لوحده موهبه تقيله جدا الدبليو دبليو اي ما قدرتهاش خالص. موهبته وخبرته في عالم المصارعه كفيله تاهله ان هو يبقى بطل عالم مستريح جدا، لكن الدبليو دبليو اي ظلمته تماما وما ادتهوش حقه خالص. ولما مشي وراح الاي دبليو الراجل بقى ليه بصمه كبيره هناك اصلا، واي سيناريو يتحط فيه بيعلم مع الجمهور على طول، وده يثبت لك قد ايه هو موهوب جامد. كريستيان دلوقتي داخل في 52 سنه بس لسه عنده مقدره ان هو يأدي تاني ويقدم ماتشات مصارعه قويه. ونروح للمركز الثالث معانا وهو دولف زيجلر. دولف زيجلر موجود مع الاتحاد من 2004. انتوا مدركين موجود في دبليو دبليو اي من امتى؟ وفضل مستمر معاهم لمده طويله جدا لحد 2023، يعني فتره داخله في 20 سنه. حرفيا دولف زيجلر كان مدي كل وقته للدبليو دبليو اي، والسيلينج بتاعه خطير جدا، المايك بتاعه على الحلبه جميل، اداؤه ولعبه على الحلبه مميز جدا، فعنده كل المقومات اللي تخليه مصارع يعني مين ايفنتر مستريح. يعني ده اللي حرفيا يتقال عليه ابن الشركه. راجل مستواه واداؤه كويس جدا، عاصر كل اساطير المصارعه او يمكن اغلبهم يعني عنده خبره كبيره جدا. فليه الاداره ما تهتمش بيه؟ اخد لقب الورلد هيفي ويت تشامبيون مرتين، ومن ساعتها استمر في الالقاب السنويه، وحطوه برضه زي مجرد جوبر يبقى سلم للمصارعين الجداد يطلعوا على قفاه، يعني هي ملهاش تفسير تاني غير كده. وهو كان اكتر واحد بيسمع كلام الاداره وما كانش بيعترض معاهم على حاجه، فهو فعلا خساره كبيره للاتحاد لحد ما مشوه في 2023 وكمل مسيرته في الاتحادات اللي بره، واختارها دلوقتي اتحاد التي ان اي وعامل نجاحات كبيره تحت اسم نيك نيمس اللي هو اسمه الحقيقي. وفي المركز الثاني معانا وهو النجم سيزارو. سيزارو مفيش اختلاف عليه ان هو نجم كبير وتقيل، وشكله وهيئه جسمه تستحق فعلا ان هو يتحط واجهه للاتحاد. مشكلته بس ان هو كانت على المايك مش احسن حاجه، لانه ده عادي مش العائق، لانه زي ما انت شايف بروك ليسنر في الاول ما كانش بيعرف يتكلم كويس على المايك وكان محتاج مدير اعمال زي بول هيمن وهو اللي ينجمه. فسيزارو كان محتاج فعلا حد ينجمه كويس وان الاداره تهتم بيه. وبالرغم ان جسمه والفورمه بتاعته ما تبانش انها متضخمه جامد، الا انه يقدر يشيل البيج شو وجريت كالي عادي جدا مستريح، وده يثبت لك ان هو واحد اصلا ما كانش بيضرب منشطات وكان عارف يحافظ على نفسه كويس جدا. فبالرغم من ادائه الهايل ده وحركاته المتنوعه برضه ما خدش الدفعه المحترمه اللي هو يستحقها او يشيل لقب عالم. وحتى كمان سيزارو جت عليه فتره في 2015 كان عامل مبيعات كبيره جدا في الاتحاد وكان محقق ارقام قياسيه في بيع المنتجات، لكن مع ذلك الاداره همشته لحد ما دبليو دبليو اي مشيته في عام 2022 في شهر فبراير، وراح كمل مسيرته في اتحاد الاي دبليو تحت اسم كلاديو كاستنيولي. اخر واحد هتكلم عنه واللي في المركز الاول وهو النجم ال اي نايت، وده انا حاططه في المركز الاول لان هو لسه موجود في دبليو دبليو اي ممشيش، وحرفيا انا شايف ان الاداره بتلكك له على اي حاجه ان هي تمشيه. حرفيا ده مصارع فيه كل المقومات اللي كانت موجوده في ستيف اوستن وذا روك. يمكن في ناس كتير قوي انتقدته بسبب الحركه دي ان هو بيحاول يقلدهم، بس انا شايف ان هو واخد كاريزما جديده عنهم خالص واثر مع الجمهور بسرعه. مشكله ال اي نايت ان هو سنه كبير معدي ال 40 سنه، فمفيش في وقته كتير اصلا ان هو يفضل يحقق القاب، فمحتاج ياخد الدفعه بسرعه ويحقق لقب عالم بسرعه. والراجل مستوي وجاهز، يعني مش محتاج اي حاجه ولا ناقصه اي حاجه. الاداء على الحلبه كويس مش بطال، كلامه على المايك خرافي جدا، يقدر يقف قدام ادخانها مصارع عادي ويتكلم، وده ظهر جدا قدام البرومو بتاعه لما عمله قدام سي ام بانك. بيع تيشيرتات، منتجات، تفاعل مع الجمهور، مش ناقصه حاجه. اللي ناقصه بس ان الاداره يبقى عندها دم، وعم بخا ده يعني يفكر شويه بس كده. وهنا اكون خلصت معاكم الحلقه، وقبل ما اقفل ما تنسوش بقى اللايك والشير والسبسكرايب وتفعلوا زر الجرس. سلام عليكم.